والله في خفايا في أي برنامج الناس ما تعرفها. يعني الناس تفكر إنه مشترك دائما يكون مرتاح، مشترك دائما مبسوط، المشترك دائما بيضحك هذا الشيء غير صحيح. طبعا في خفايا البرنامج كتير. أول حاجة طبعا ما كنت أعلم بالشيء هذا، يعني قدمت زي أي مشترك على عماية، فتعديت المراحل وصار اللي بيمثل السعودية والخليج فارس المدني، في مسؤولية كبيرة علي. لما دخلنا على مرحلة المباشر طبعا جابوا لنا أوراق عقود احتكار 10 سنين، إجباري توقعها علشان تكمل في المباشر، لأنه هم في نظرهم إنه إحنا ما حنشهرك ونوصل صورتك للناس كلها ونعرف مين فارس مدني للعالم، وفي النهاية تجي الشركة تاخدك بارد مبرد. طبعا من بنود العقد شرط جزائي 5 مليون دولار لو تخلفت عن أي حاجة، 60% لهم من كل شيء. على الأول ألبوم يمكن يعطوك 15,000 درهم أو 10,000 درهم فقط لا غير. طبعا الناس كلها تفكر انه الفنان بيكون بيلعب بالملايين وسيارات وبيوت ما هم عارفين انه الشركة بتعطيه 15,000 درهم. يعني انا لما بطلع في السعودية هنا في حفلة باخذ 35,000 ريال، 60% كل حاجة لهم. 5 مليون دولار هذه ايش هي؟ لا قدر الله لو صار لك حالة وفاة اجباري تحضر الحفلة حقتك، سواء ابوك مات امك ماتت لازم تحضر الحفلة، او انك تدفع 5 مليون دولار. أنا فسخت عقدي من بلاتينيوم، بس فسخته ليش؟ بعد ما خلصت وخرجت رحت للأستاذ عصام كمال، السلام عليكم والسلام. قلت له أنا إيش وضعي الآن معكم؟ أنا موقع عقد معكم، فإيش وضعي الآن؟ قال لي والله يا فارس شوف، إحنا هنخليك معنا، إن جبت فلوس تكمل معنا، ما جبت فلوس نديك عقدك. قلت له لا أنا في غنى عنكم. قام قال لي، قلت له طب وموضوع الالبومات من ضمن العقد انهم ينتجوا لك البوم سنويا ويصوروا لك يا فيديو كليب يا 2. فقلت له طب ايش موضوع الانتاج؟ قال لي والله الشركه ما عندها فلوس. بالنص هذا شركه زي بلاتينيوم وناسا الناس كلها بتتفرجها، يقول لي ما عندنا فلوس. ايش قال لي؟ انتج الالبوم وهاته احنا نسوق لك، القنوات موجوده والاذاعات موجوده. يعني معقولة أنا أنتج الألبوم على حسابي الخاص وأعطيهم هم يسوقوه وياخدوا 60%؟ طبعا الأغاني أحيانا تكون إجباري تغني أغاني معينة، اللبس ما تختار أي حاجة، هم راح يختاروا. ما حتكون مرتاح زي ما أنت مفكر، إنه زي ما بتشوف في التلفزيون طول الأسبوع أنت شغال، ما في راحة. طول الأسبوع أنت بتصور إعلانات. فرضت علي أول أغنية اللي هي غالية الأثمان، وآخر أغنية اللي هي المصرية حقت الفنان محمد عبد الوهاب واللي عمل لك يا قلبي. والله ما أعرف، بس إجباري خلوا يعني 3-4 مشتركين كانوا يجبروا على أغاني معينة. من ضمن العقد إنه ممنوع إنك تتكلم عن البرنامج في مجالس العامة وفي مجالس الخاصة. فسخت العقد، لي حرية الرأي، يعني ما حد شيء عندي. والله شوف، يعني اللجنة أحيانا، يعني أفضل شيء في البرنامج اللجنة اللي هي الأساس اللي الناس بتشوفه. أحيانا بيكونوا ما بيدروا عن الأشياء اللي بتصير خلف الكواليس. كان معنا مشترك اسمه وائل من لبنان، وائل سعيد، طلع غنى أغنية واللجنة قالت له اختيارك غير صحيح. فقال لهم إنه أنا ما اخترت الأغنية، أنا جبرت أغني الأغنية هذه. رجع باك ستيج، انتهت الحلقة. تاني يوم هو مشي. زمان في
برنامج سوبر ستار، ستار اكاديمي، البرامج هذه اللي فاتت علينا، المشتركين حقونهم اللي كانوا بيغنوا هم فين اليوم؟ مش موجودين، لانهم 3 4 يمكن الكل موقعين عقد احتكار. فيا انهم يا ينتجوا لهم ويطلعوهم على الساحه، يا انهم يخلوهم. بس لو جاء الجمهور، لو كان عندك موهبه لا تستنى احد يجي لين عند بيتك ويقول لك تعال انا حخليك فنان او حنمي موهبتك. طبعا لازم تجري ورا موهبتك وتتعب، لاني انا ما وصلت كده، تعبت وسافرت ورحت وجيت، ورغم اني كنت مسوي عمليه في رجلي ومركب اسياخ، فكنت يعني امنيه حياتي اوصل للشيء هذا، وتعبت عشان وصلت له. فاللي يكون عنده اي موهبه لا يستنى انه احد يجي يقول له تعال انا حافعل لك، لازم يجري ورا موهبته لاجل يوصل. يمكن انا ما كسبت من البرنامج الا الشهره، بس هذا الشيء يعني انا مقتنع فيه. والله ام بي سي وخاصه برنامج ارب ايدول صعب الوصول لهم، ف انا ما كنت اعلم بالامور هذه، كانت امور خفيه.